لو انا خارج من شارع زي ده بسرعه، فهبدا ان انا اقرب بسرعه بالشكل ده، وبعد كده هضطر ان انا اقف مره واحده لو لقيت حد جاي من هنا او من هنا. في الحاله دي انا برضو اتصرفت تصرف غلط. اكيد انت بتواجه مشكله وانت بتهدي في التقاطعات والدخلات او في اليوتيرن، فبتلاقي نفسك وقفت مره واحده او بطأت سرعتك من قبلها بكتير. وطبعا العربيات بعد ما بتعدي من قدامك بيكون عندك فرصه انك تتحرك، لكن للاسف انت بتفوت على نفسك الفرصه دي لانك مش مستعد للتحرك. فاللي بيحصل يا اما انك مش بتلحق تتحرك او بتتحرك باندفاع، فالعربيه بتبطل منك. والحل هنا انك تقف او تهدي على مرتين، وخلينا اشرح لك انا اقصد ايه بالظبط. بس خلينا في الاول ناخد امثله على المشكله دي. فمثلا انت لو خارج من شارع زي ده وماشي بسرعه بالشكل ده، ولو اتقابلت باي حاجه هنا فهتضطر تقف مره واحده بالشكل ده، وبعد كده هترجع للغيار الاول وتبدا تتحرك كده. مثلا لو انا داخل برضو في موقف زي ده وداخل بسرعه كده، فهضطر ان انا اقف عشان استنى العربيه دي تعدي. لكن لو انا كنت هديت من قبلها بشويه، كان اللي هيحصل ان هي هتعدي وانا هعدي، وعبال ما هوصل لها كانت خلاص هي ممكن تكون عدت، والمسافه دي طبعا ما تشيلناش احنا الاتنين، فهي هتكون عدت وخلاص المسافه بقت اوسع فهنقدر نعدي احنا الاتنين. وطبعا هعمل ده من غير ما هقف. المشكله هنا انك كحد لسه جديد في السواقه او لسه مبتدئ في السواقه، ان عمليه تحريك العربيه اصلا بتاخد منك وقت. فاحنا بنحاول ان احنا نتجنب الوقوف، وفي نفس الوقت انت بتدي لنفسك فرصه انك تشوف الطريق وتشوف اذا كان في حد جاي ولا لا، عشان تتجنب الوقوف التام او الوقوف المفاجئ بالشكل ده. لان طبعا الوقوف المفاجئ ده بيكون غلط، لان اللي وراك وارد جدا لو حد وراك ان هو يخبطك، لانه هو هيتفاجئ ومش هيكون متوقع ابدا ان انت تقف مره واحده بالشكل ده. زائد ان انت لسه برضو توجيهك للدركسيون بيكون ضعيف، فلازم تدي لنفسك وقت عشان تلحق تلف الدركسيون بشكل صح وبشكل دقيق، وتدخل في الحاره المظبوطه بتاعتك، وما تدخلش في حاره تانية مختلفه او في الحاره عكس اللي انت المفروض ما تدخلهاش. نفس الموضوع لو انا خارج من شارع زي ده بسرعه، فهبدا ان انا اقرب بسرعه بالشكل ده، وبعد كده هضطر ان انا اقف مره واحده لو لقيت حد جاي من هنا او من هنا. في الحاله دي انا برضو اتصرفت تصرف غلط. انا مش محتاج ان انا ادخل بسرعه بالشكل ده، لازم ادي لنفسي فرصه ان انا ابص شمال وابص يمين. لو لقيت الطريق امن هبدا ادخل في الحاره بتاعتي. وطبعا انا عشان اعمل ده لازم اكون مستعد. انا كنت على الغيار الثاني فكنت محتاج ارجع للغيار الاول، فطبعا انا مش هلحق اعمل كل ده، وخصوصا ان انا لسه جديد في السواقه وتفكيري بيكون مشتت وبكون بفكر في كذا حاجه، فلازم ادي لنفسي الفرصه والوقت اني اعمل كل ده. ناخد برضو مثال تاني. انا دلوقتي داخل برضو على ملتقى فيه عربيات جايه من الشمال ومن اليمين، فلو داخل بسرعه بالشكل ده ولقيت حاجه فهضطر ان انا اقف بشكل مفاجئ هنا. طبعا في عربيه جايه بالشكل ده فلازم ان انا استناها. طبعا انا في الموقف ده برضو اضطريت ان انا اقف مره واحده لان كان في عربيه جايه من الناحيه التانيه، فاضطريت ان انا اقف وما كنتش مستعد اصلا ان انا اهدي سرعتي او ارجع بالغيار او اتحرك بشكل سلس. وطبعا وقوفي برضو كان وقوف مفاجئ. مثلا انا هنا داخل على صينيه، فطبعا لو انا داخل بسرعه بالشكل ده وجيت عند الصينيه بالظبط وهديت، فاضطريت ان اقف بشكل مفاجئ عشان في توك توك زي كده. طبعا هو ماشي عكس، بس ايا كان في توك توك برضو جاي من هنا، فطبعا اضطريت ان انا اقف. وبعد كده شلت رجلي من على الدبريس سنه سنه واتحركت. كل ده خد مني وقت، ده غير ان وقوفي اصلا ما كانش صح. وقوفي كان وقوف مفاجئ، وده طبعا ما ينفعش، لان زي ما اتفقنا ان اللي ورايا ما بيكونش متوقع ده، فممكن طبعا يخبطني من ورا. المشكله الاكبر بقى لو كنت في مطلع، لانك هتواجه صعوبه طبعا في تحريك العربيه بعد الوقوف التام. طبعا السواقين المحترفين او الناس اللي بتسوق من زمان مش بيواجهوا مشكله في ده، لان هم بيحركوا العربيه بشكل سريع، لان رجليهم مدربه على الوصول لنقطه اتصال الدبرياج بشكل سريع ومن غير ما العربيه تبطل منه. الحل للمشكله دي هو الوقوف او التهدئه على مرحلتين. لو وقفت على مرحلتين مش هتضطر ان انت تقف بشكل تام في كتير من المواقف او معظم الوقت، ولما تعمل كده هتكون مستعد للتحرك اول ما تحتاج تتحرك، وهيكون تحريك العربيه اسهل بالنسبه لك بكتير. تعال نشوف بقى نفس المواقف دي ازاي نتعامل معاها بطريقه الوقوف او التهدئه على مرحلتين. يعني مثلا انا هنا داخل يمين، وطبعا انا دلوقتي ماشي على الغيار التاني، فهبدا ادوس دبرياج واسيب العربيه تهدي شويه بسن فرامل، وبعد كده هرجع للاول اسيب فرامل قبل ما العربيه تقف وارفع سنه دبرياج. انا بصيت شمال مفيش حد جاي، فهبدا ان انا ادخل في الحاره بتاعتي بالشكل ده. كده انا حتى لو في حد جاي هبقى مستعد ان انا اقف بشكل سلس، وفي نفس الوقت لما ما لقيتش حد جاي فابتديت ان انا ادخل بكل سهوله من غير ما اكون وقفت العربيه بشكل تام. طيب تعالوا ناخد مثال تاني. انا دلوقتي ماشي على الغيار الرابع وداخل برضو على ملتقى، يعني عربيات جايه من الشمال ومن اليمين، فهبدا ان انا اهدي السرعه من قبلها بالشكل ده وادوس دبرياج للاخر واسيب فرامل لما لقيت ان العربيه قربت تقف، وهرجع للاول. طبعا انا لقيت عربيات جايه فاضطريت ان انا اهدي. هو طبعا داخل غلط لان دي مش حارته، بس ما علينا،
انا هديت سرعتي كده، انا مستعد ان انا اهدي ومستعد ان انا اتحرك من غير ما اقف. هو ده السر كله. انا هنا في مطلع، لو العربيه كانت وقفت مني كان هيواجهني مشكله في تحريكها، خصوصا لو انا لسه جديد في السواقه. وهو ده السر كله، ان انا هدي سرعتي من قبلها وادي لنفسي فرصه ان انا ابص على الطريق وان انا ارجع بالغيار المناسب او ارجع للغيار المناسب، وكل ده هيسهل لي عمليه تحريك العربيه بعد كده. وطبعا مش لازم ان انا ارجع للغيار الاول، يعني الموقف اللي فات ده انا كنت هكمل على التاني، كنت بعد ما هديت سرعتي هنزل للغيار التاني لان العربيه كانت لسه ماشيه، بس لما لقيت العربيه اللي داخله في وشي دي وداخله عكس، فاضطريت طبعا ان انا اهدي اكتر وارجع للغيار الاول لان انا في مطلع، وعملت كل ده زي ما اتفقنا من غير ما اوقف العربيه بشكل تام. انا هنا برضو داخل اهو على ملتقى، فبدل ما اقف بشكل تام انا دوست دبرياج وسيبنا فرامل صغيره عشان العربيه ما تقفش، ورجعت للاول وبصيت شمال ويمين في عربيه جايه، بس انا ممكن ادخل لان هو لسه بعيد. طبعا عمليه تحريك العربيه برضو بالنسبه لي اسهل لان العربيه كانت بتتحرك حركه خفيفه، فكده برفع رجلي من على الدبرياج وما بقفش على نقطه الاتصال، يعني انا برفع رجلي بس بشكل تدريجي لان العربيه ما وقفتش بشكل تام. خلاص الكلام انك بتكون داخل على موقف في احتمال انك تقف وفي احتمال انك تكمل من غير ما تقف، فانت لما تبدا تهدي سرعتك من قبلها هتقلل بنسبه كبيره احتمال ان انت تقف. كل اللي عليك تعمله انك تهدي السرعه وتسيب العربيه ماشيه ببطء وترجع بالغيار الاول او التاني على حسب الموقف لحد اما الرؤيه تتضح قدام. فلو لقيت انك مش محتاج تقف وقوف تام هتقدر تكمل وتمشي بسهوله لان العربيه ما زالت ماشيه وما وقفتش خالص. ولو لقيت ان انت محتاج تقف بشكل تام هتبقى وقفت وقوف امن وسلس. هي دي خلاصه الفيديو، احنا مش عايزين نقف وقوف تام الا اذا كنا مضطرين او محتاجين فعلا ان احنا نقف. ما تصعبهاش على نفسك، انت لما تخلي العربيه ماشيه ببطء الامور هتبقى سهله وهتقدر من بعدها تتحرك لما تلاقي الفرصه المناسبه. لكن لو وقفت بشكل تام خصوصا في المانوال، وخصوصا لو انت لسه جديد في السواقه او بتتعلم سواقه، هيكون موضوع تحريك العربيه هياخد معاك وقت شويه واحتمال ان العربيه تبطل. فاحنا طبعا عايزين نقلل الاحتمالات دي كلها بان احنا نخلي العربيه ماشيه بشكل هادي وسلس لحد اما نتحرك تاني وهكذا. يا رب تكون الفكره وصلت وتكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وتكتب لي في الكومنتات ايه اكتر مشكله بتواجهك في السواقه وانا هعمل عنها فيديو. وشكرا لكم على المتابعه.